الطوموبيلات ديال الشينوا ماشي طوموبيلات حقيقيه، حيت ما فيهمش الروح ديال الميكانيك وما كيعطيوش هذاك الفايب ديال السوق الحقيقي. واخا اجي نقول لك علاش الطوموبيلات ديال الشينوا ممكن يكونوا احسن حاجه طرات مؤخرا في السوق ديال الطوموبيلات. خلينا نفكروا بواحد المبدا اللي هو بسيط ديال العرض والطلب في السوق. الا انت باغي تشري واحد السلعه وعندك جوج الناس كيعرضوها تقريبا نفس الجوده، واحد كيطلب ثمن، واحد كيطلب ثمن اكثر منه، علاش انت غادي تمشي تشري بثمن اللي هو طالع من غير الا كانوا دايرين لك غسيل الدماغ؟ الطوموبيلات ديال الشينوا حاليا كيعرضوا مواصفات او طوموبيلات بنفس القوه ديال الماركات العريقه ولكن بثمن اقل. ممكن شي واحد يقول باللي الطوموبيلات ديال الشينوا ما فيهمش الروح ديال الميكانيك، ما فيهمش داك الفايب اللي كتحسو ملي كتكون كتسوق الحديد، ما فيهمش هذاك الصوت الاكزوتيك اللي كيكون في الطوموبيلات ديال مرسيدس ولا هذا. السؤال هنا هو علاش كنبغيو هذوك الاصوات؟ علاش الواحد كيبغي الصوت ديال الطوموبيل؟ حيت غير هو كدليل ديال القوه ديال هذيك الطوموبيل فقط. ولكن الا كان عندك القوه بالسكات، هذيك هي القوه الحقيقيه. ومن هذا الشيء كامل الطوموبيل ديال الشينوا غادي ياثروا عليك انت ايجابيا واخا ما تشريهمش، حيت المنافسه اللي خلقوا في السوق خلات لي مارك العريقه يطيحوا في الثمن او لا يشوفوا شي حل باش انهم يبقاو محافظين على المكانه ديالهم، يا اما انهم يزيدوا في المواصفات ويزيدوا في الكاليتي او لا يطيحوا في الثمن. صراحه بغيت نعرف الراي ديالكم في الطوموبيلات ديال الشينوا، وكيف ما كنقول ديما ما كرهتش شي واحد اللي عنده الحديد ديال الشينوا هو اللي كومونتي ويعطينا الراي ديالو انطلاقا من التجربه الحقيقيه ديالو.